هلا والله، معاكم داي الشامي. اكيد كلكم تعرفوا مين هو الشامي، لكن انا حرفيا ما كنت بعرف مين هو الا من فتره بسيطه، ولقيت مصايب مستحيل اني اقدر اسكت عنها. والمصيبه الكبرى انه في ناس بتشبح للشامي اكثر من فانزات الكيبوب والانمي ومجتمعين فاهمين كيف. والمشكله مو بالتشبيح العادي، لا، المشكله انه في ناس بتدافع عنه حتى بعد ما كفر. البني ادم كفر بالله عز وجل، استغفر الله العظيم، وفي ناس طالعه عم تدافع عنه. طبعا بهذا المقطع بنشوف الغلط اللي سواه، وراح ارد على كل الناس اللي بتدافع عنه، او احاول اني ارد على الناس اللي دافعت عنه. وانا بصراحه ما عندي العلم الكافي بالدين حتى اكفر شخص او حتى اني افتي من عندي. عشان هيك اليوم جبت لكم بالدليل القاطع، جبت لكم الشيوخ وبتاكد كلامي وبتاكد النظريه انه هذا البني ادم قاعد عم يكفر بالاغاني اللي عم ينزلها. لكن قبل ما نبدا المقطع، في ناس اتهمتني بالعنصريه لاني ما طلعت اجمل التعليقات في اخر مقطع. بالعنصريه يا ظالم. مشان هيك هاي اجمل تعليقات من اخر مقطع. ولا تنسوا اللايك قبل ما نبدا، اللايك كثير مهم، واكتب كومنت جميل مثلك. والان خلونا نبدا. اول شيء خلونا نبدا بفيديو الشيخ ونسمع اللي قاله عن الشامي. اغنيه يا ليلي ويا العين بتاع الشامي الجديده اللي عامله ضجه في كل مكان، الاغنيه دي فيها كفر ومحدش منتبه. طبعا الواحد لما بيطلع يدافع على الدين تقولوا ان هو مضغوط منه ومتضايق عشان هو ناجح وغيران منه، بس الفكره مش هنا. كل الناس عماله تسمع الاغنيه ومش واخده بالها ان الاغنيه دي فيها كفر. بعد ما خلصنا من اغنيه داعس على الاسم ونصيب، طلع الشامي وعمل لنا اغنيه شبه فيها خسر حبيبته وهي بترقص جبل الاعراف اللي بين الجنه والنار. طبعا هو سيضع مثال يقول عن المرأة اللي يحبها أن خصرها كجبل الأعراف بين الجنة والنار. طبعا هذا لا شك أنه كفر، لكن لن أعرض شيء من الأغنية لأنه فساد يعني في المنظر الذي يرى، ما في حاجة لذلك. وجزا الله هذا الأخ خيرا أنه دافع عن دين الله، ولا يتهم يا إخوة. إيش يغار من واحد لأنه وقع بالكفر؟ يا إخواني، واحد دافع عن الدين، أحسنوا الظن بإخوانكم، جزاه الله خيرا وأنا أشكره على ذلك وأنا لا أعرفه. طبعا حتى بعد المقطع اللي شفناه، مو بس هذا الشيخ اللي حكى انه كفر بهاي الغنية، لا، في كتير شيوخ غيره حكت انه الشامي عم يكفر بالغنية اللي نزلها او فيها كفر. لكن مع ذلك فانزات الشامي حرفيا خرجوا عن السيطرة وصاروا يدافعوا عنه بشكل مجنون. وطبعا الدفاع عن الشامي بيكون بأسوأ حجة سمعتها بحياتي حرفيا. يعني شبيح الشامي لو طلعت وانتقدت الشامي قدامن، بكل بساطة ردا بيكون انك غيران منه، انت شخص غيور غيران من النجاح اللي عم بيسويه الشامي. يعني بالله عليك، هل تتوقع هذا الشيخ اللي طلع ووضح انه الشامي غلط وكفر، هل تتوقع انه الشيخ غيران منه؟ كمان يعني اين عقولكم؟ وطبعا في ناس رح تيجي بهذا المقطع وتقول لي انك غيرانه من الشامي واني بس عم بدور على مشاهدات، وهذا الكلام صحيح ما برادر، فاهمين كيف؟ اكيد اني انا بدور مشاهدات، اما اني غيران منه فهذا الكلام مو صحيح. كيف انا بغار من شخص كفر؟ هل انا يعني كيف؟ شلون؟ اشرحوا لي هيا. ولكن اني عم بدور مشاهدات، اكيد. ليش تتوقع اني انزل مقاطع باليوتيوب من الاساس؟ كله عشان المشاهدات، وما عندي اي ذره اهتمام للناس الغبيه اللي بتطلع على النت بتكفر او بتعمل اشياء غبيه. بالعكس، هذا الشيء بيفيدني لانه هم بيغلطوا وانا بجيب مشاهدات على كتافهم، فاهمين كيف؟ طبعا في ناس رح تقول لي انك كذاب وانه بس هذا الشخص اللي انتقد الشامي. مشان هيك خلونا نشوف مقطع تاني للشيخ، يعني لشيخ تاني طبعا، عشان تشوفوا كيف انه كل الشيوخ متفقين انه هذا البني ادم كفر. اغنيه طلب مني ان انا اقول رايي فيها هي حلال ولا حرام. الحقيقه ان دي اغنيه مش حرام بس، دي اغنيه كارثيه بكل ما تحتويه الكلمه من معاني. قصه ان فيها موسيقى بس، والموسيقى محرمه على راي معتمدات المذاهب الاربعه. قصه ان فيها مشاهد خليعه، وده محرم باتفاق المسلمين. فيها ما يعد انه استهزاء بكلام الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. انت متخيل ان هو بيقول لحبيبته هل خسرك الميال كانه جبل اعراف بين الجنه والنار؟ شبه وسط حبيبته بانه جبل الاعراف اللي ربنا ذكره في القرآن واللي فيه سورة كاملة باسمه. لا تقول لي انه هذا الشيخ كمان غيران من الشامي، قسما بالله. يعني النقز هدول خرجوا عن السيطرة. وطبعا في ناس رح تقول لي ليش ما تطلع اغنية يا عين ويا ليل اللي كفر فيها الشامي وتثبت للفانز تبعون الشامي انه فيها كفر. اول شيء ما بدي الشامي يحضر هذا المقطع بحقوق الطبع والنشر، وثاني شيء ما بدي اخرب هذا المقطع العظيم بصوتي المثالي بصوت الشامي، فاهمين كيف؟ وعندي رسالة للناس اللي مثل الشامي اللي بتعمل اشياء غبيه او بتطلع بتكفر، انتوا اغلطوا ونحن نكسب مشاهدات، فاهمين كيف؟ كيب جوينج. بس خلينا نشوف رد الشامي على الشيخ، لانه الرد الشامي على الشيخ وبصراحه ماني عرفان ايش متوقعين. هل تتوقعوا انه يعتذر؟ يعني ممكن نكون ظلمنا، خلونا نشوف، لعله اعتذر. الهي بيسعد لي صباحكم الاكابر يا هذا. اول شيء شيخنا، الهي بيقبرني صباحك.
هي النقطة الأولى. النقطة الثانية شيخنا بلا مزاودة يعني دقنك لهون أنت يعني الدقن باين بتوزع علم على البشرية. اوف يا اخي شو هالكرنج يا اخي، خلاص اطلع واعتذر بشكل طبيعي. يعني ليش حركات دلع البنات هاي؟ انا ماني فاهم. بعدين شو دخل دقن الشيخ بالموضوع؟ يعني اوكي شو لها علاقة الدقن بالموضوع؟ خلاص يا اخي اعتذر طبيعي، قول اسف، وانك كتبت الكلمات بدون ما تفكر او بدون ما تعرف معناها، خلاص انتهى الموضوع. ليش حتى تطلع بهاي الطريقة الكرنج وتقلد حركات البنات الدلع؟ خلونا نكمل بالله. أنا عم خبرك جبل الأعراف مش مثبتة إنه هي بالجنة، هي بعضها محل نقاش. جبل الأعراف وين أو هو ليه موجود بالضبط، هي نقطة ما عم زود عليك شيخ الكل أنت يعني، بس عم خبرك القليل من العلم الذي أملكه. شت يا جماعة الخير، هذا طلع بناقش الشيخ. يعني ناقش الشيخ ويصحح للشيخ اللي دارس دين ومتعمق فيه. الشام المطرب تبع الأغاني اللي عمره 21 سنة اللي بيفهم بالأغاني، مع أني إلى الآن ماني مقتنع كيف هذا الشخص بيفهم بالأغاني، طلع صار يصحح للشيخ بكل بساطة عن أمور الدين. بالله تخيل معي الشيخ بيعطي نصيحة بالدين ومطرب بيعطي نصيحة بالدين، الناس أكيد ما رح تسمع للمطرب بكل بساطة. ونفس الشيء العكس، تخيلوا معي الشيخ يطلع ويحكي للمطرب كيف يغني. يعني حرفيا أنت الشامي لما طلعت بهذا الرد طلع شكلك جدا غبي. يعني أنا آسف مع عدم احترامي لك، بس حرفيا شكلك جدا غبي. أنا حرفيا ما كنت بعرفه من قبل، والآن بعد ما عرفته حابب أقول يا ريتني ما عرفته. فاهمين كيف؟ مين الحيوان اللي دلني على هذا الآدمي؟ استغفر الله العظيم. بس المهم وعلى العموم هون بنكون وصلنا معكم لنهاية المقطع لليوم. طلعت حرتي بالشامي وبالشي اللي سواه، وبنفس الوقت كسبت مشاهدات على ظهره. فاهمين كيف؟ يعني لو عجبك المقطع لا تنسى اللايك، وانزل تحت اكتب لي كومنت جميل مثلك، وخلونا نوصل هذا المقطع ل 150 لايك. ليتس جو يا مدير. وبالمناسبة لا تنسوا رابط حسابي بالانستغرام بتلاقوه تحت بالوصف، الكل يروح ويشيك عليه، بنزل فيه اشياء رهيبة، واي شخص بيعمل لي منشن على الانستغرام راح انزله عندي على الستوري. ليتس جو. وبس والله كان معكم داي، اتمنى لكم السعادة وكل الاشياء الجميلة، وبيس. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.